السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في حلقة جديدة من ميدو والملاعب. مش كفاية انك تعرف انت عايز ايه، لكن مهم انك تكون عارف انت ازاي هتوصل للي انت عايزه. لازم تكون مجهز نفسك لكل السيناريوهات وكل المتغيرات اللي ممكن تحصل في المشروع. علشان كده المدير الناجح، المدير الصنايعي، هو اللي بيبقى فاهم كل ده كويس. ليالي الابطال الثلاث والاربع اللي فات ادتنا دروس كتيرة قوي في الادارة. دروس في ان انت تبقى مجهز كل حاجة صح، ودروس في ان انت حاجات صغيرة تقع منك فتضيع منك نجاح المشروع. يمكن انا هتكلم على ماتشين، ماتش باريس سان جيرمان برشلونة وباريس سان جيرمان، وماتش مانشستر سيتي وريال مدريد. الحقيقة الماتشين دول فيهم دروس كتيرة في إدارة المشاريع، لكن الدرس الأهم هو ازاي تتفاعل مع المتغيرات اللي بتحصل، وازاي تدير المتغيرات دي صح، وتدير احتياجاتك لمواجهة المتغيرات دي كويس. خلينا نبدأ بماتش برشلونة وباريس. انا بالنسبة لي الماتش ده كان مفاجأة يعني. يمكن اتكلمت مع اصحاب كتير وقلت ما خلصتش بعد الماتش الاولاني في باريس اما برشلونة كسب 3-2، ولكن ما كنتش متخيل ان برشلونة يتغلب 4 في كاتالونيا كويس. طيب خلينا نشوف لويس انريكي عمل ايه وتشافي عمل ايه. لويس انريكي من التصريحات بتاعته في المؤتمر الصحفي قبل الماتش كان كلامه كله رايح في حتة واحدة بس: انا بلعب ماتش من دور واحد، يعني مفيش ذهاب واياب، وكان الماتش بتاع باريس ما لعبش. وهي نفس الطريقة اللي ادار بيها لويس انريكي برشلونة لما عمل الريمونتادا بتاعته على باريس 6-1. نفس الطريقة، قال انا نسيت ماتش باريس، انا رايح العب ماتش ولازم اكسبه، وما قداميش غير ده علشان اوصل دور الاربعة في تشامبيونز ليج. ده كان كلام لويس انريكي كويس. عشان كده الكلام ده تشوفه في الماتش، هو عنده احتياجات محددة. طيب الاحتياجات علشان تديرها صح وتشتغل بيها صح، اولا لازم تبقى عامل ريسك مانجمنت عالية قوي، وبعد كده بتدرس كل الحاجات والجزئيات الصغيرة جدا في مشروعك، في مشروع فريقك يعني باريس سان جيرمان، في مشروع الماتش. طبعا بتبقى عامل ده من ريسك، الحاجات اللي ممكن تتغير في الماتش. عشان كده انت ما تاخد بالك، باريس نزل من اول ماتش بيهاجم. الناحية التانية تشافي هو مش عارف يهاجم ولا يدافع. تشافي عايز يوصل السيمي فاينال انما هو مش عارف. ما تفهمش برشلونة كان بيهاجم ولا بيدافع كويس. طيب النقطة المهمة في الماتش طرد اروخو مثلا. طرد اروخو دليل كبير على انه تشافي ما كانش مجهز نفسه للتفاعل مع المتغيرات. اللعيب اتطرد، عمل ايه بعديها؟ راح مخرج لامين يامال. طبعا دي انا شايف يعني التغيير ده هو اللي ضيع الماتش من برشلونة، لان تشافي ما عرفش اولا يدرس احتياجاته صح في الاول. وهنا النقطة المهمة جدا في ادارة احتياجاتك، مراعاة الكيفية اللي انت عايز توصل بيها للهدف بتاعك اللي هو الوصول لدور الاربعة في الشامبيونز ليج. مراعاش دي تشافي، ما عملش مراعاة خالص. بالتالي لما جه يتفاعل مع طرد اروخو اتفاعل معاه غلط فنيا كويس. انا بقول لكم كلها حاجات ادارية بتكسبك ماتش وتضيع منك ماتش، وتكسبك بطولة وتضيع منك بطولة، بتنجح المشروع او بتوقع المشروع. طب الناحية التانية لويس انريكي عمل تغييرات جوه الملعب متوافقة مع اللي عمله تشافي كويس. ادى مهام هجومية اكتر وحاجات من دي، فتشوف النتيجة طلعت 4-1. نتيجة كبيرة، كتير قوي على برشلونة انه يتغلب 4-1 في ملعبه، كتير مش قليل. لكن زي ما بقول لكم القاء اللي فرق بين برشلونة وباريس تعامل لويس انريكي وتعامل تشافي. ازاي ده ادار احتياجاته صح، وازاي ده
ما عرفش، يعني لويس انريكي ادار احتياجاته صح، فتفاعل صح مع المتغيرات اللي في الماتش. وتشافي من تحضيره للماتش ما عرفش احتياجاته ايه، وبالتالي التفاعل بتاعه كان خاطئ جدا، فشفنا النتيجة بالشكل ده. نروح ل مانشستر سيتي وريال مدريد، عشان الماتش ده درس من انشيلوتي يعني. خلينا نتفق ان مانشستر سيتي كان لازم يكسب الماتش جوه الماتش، ما كانش لازم يروح ضربات ترجيح. ومن الاساس جوارديولا نازل يخلص في الماتش، جوارديولا نازل يخلص في الماتش. وبالمناسبة جوارديولا كان عارف احتياجاته كويس جدا. يمكن وتفاعلاته جوه الماتش جوارديولا كانت هايله. يعني لما نزل دوكو مثلا، ما تشوفها هنا بقى تفاعلات جوارديولا. لما نزل دوكو نزله علشان يلعب على كارفاخال اللي كان بدنيا واقع كويس. ولما كارفاخال خرج راح مودي دوكو يلعب على مندي، علشان مندي برضو كان خلاص يعني وصل مرحله برضو بدنيا ما كانش موجود. حلو. خلينا بقى نشوف الدرس بتاع انشيلوتي. انشيلوتي نازل يكسب، انا هوصل دور الاربعه وانا مش هعرف اجاري سيتي في الكوره، مش هعرف العب سيتي يعني. يبقى انا هلعب على نقط قوتي. طب احتياجاتي ايه؟ ان انا اعمل هجمه مرتده على سرعه فينيسيوس، على سرعه رودريجو، حرفنه بيلينغهام انه يوصل كوره وحاجات من دي. كويس. طيب لما اجي اشوف انا ريسك مانجمنت اتعملت صح جدا من انشيلوتي، صح جدا كويس. لكن انا اللي شفته جدا من انشيلوتي فكرة ان انت تراعي الطريقة اللي انت عايز توصل بيها دور الاربعة. عمل ده حلو قوي. طب اشوفها فين؟ في تغييرة لوكاس فاسكيز. لوكاس فاسكيز كان هينزل مكان كارفاخال. انتوا فاكرين ايام زيدان لوكاس فاسكيز كتير كان بيلعب باك يمين، يعني لما ريال مدريد بيبقى محتاج له في الحتة دي. نزل مكان كارفاخال. فينيسيوس اتصاب، ما غيرش التغيير، ما قالش هنزل خوسيليو، لا نزل فاسكيز مكان كارفاخال وراح زق دياز قدام. ده معناه ايه؟ ده معناه ان هو بيتفاعل ومصاحي في الماتش وبيعمل التفاعل بتاعه بشكل سليم. ادارته للاحتياجات سليمه، ادارته للمتغيرات اللي بتحصل جوه المشروع الماتش سليمه جدا، ادارته المشروع سليمه جدا انشيلوتي. كويس. علشان كده ناس كتير بتتكلم على الاحصائيات. طبعا ريال مدريد او السيتي كان اعلى من ريال مدريد، ولكن ودي حاجه من الحاجات المهمه جدا نتكلم عليها في اداره التحولات اللي حصلت في الماتش والكلام ده. لما الماتش راح ضربات ترجيح، وقفت انشيلوتي على الخط وهو هادي، حتى هدوء لعيبه ريال مدريد، حتى مودريتش اللي ضايع كويس، بتقول انه لا انشيلوتي واثق جدا. ضربات الترجيح ترجعني بقى لموضوع الحلقه كله. انشيلوتي نازل عارف هو هيوصل ازاي للحاجه اللي هو عايزها، هو هيكسب ازاي، فراح مطول الماتش لحد ما راح ضربات ترجيح. سيتي لما دخل ضربات ترجيح كان خسر الماتش خلاص، كان الماتش خلص بالنسبه لسيتي، لانه مش مستعد. جوارديولا الاحتياج بتاعه او ادارته للاحتياجات بتاعته من الماتش، النيدز يعني، ما وصلهاش ان هو يخلص الماتش في الوقت الاصلي او على الاقل الاضافي، ما وصلهاش. فخلاص اللعيبه لما وصلت ضربات ترجيح، لعيبه السيتي كانه عرفوا ان الماتش راح منهم، ان الماتش بالنسبه لهم خلص. ده لينا كلنا، لازم نعمل كده، لازم كلنا
ندير احتياجاتنا صح، ندير المتغيرات اللي بتحصل في حياتنا بشكل سليم عشان نعرف ننجح. فلتحيا فلسطين، فلتحيا فلسطين، فلتحيا فلسطين. ربنا ينصر فلسطين، وربنا يحفظ فلسطين، يحفظ امهاتنا وابائنا، بناتنا واولادنا، اخواتنا واخواتنا. ربنا ينصر المقاومه الفلسطينيه ويسدد رميها على كيان المرتزقه المجرم القاتل الغاصب للارض من 75 سنه. كده فلسطين واهلنا في فلسطين هم اطهر شرف الامه العربيه. كده اكون وصلت معاكم لاخر حلقه. اتمنى تكون الحلقه عجبتكم، واتمنى يكون موضوعنا لاعجابكم، واترككم في رعايه الله وامنه وحفظه وسلامته. على القاكم في حلقه جديده من ميدو والملاعب. عاش العرب، كل العرب، عاشت فلسطين حره عربيه ابيه، بكل العرب ولكل العرب.